السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنحل الاختبار الاسترشادي رقم 2 للصف الثاني الثانوي. السؤال الاول بيقولك الاداة المناسبة لقياس سمك ورقة هي ايه؟ ورقة زي دي لو انا جيت اشوف مثلا بالمايكرومتر هلاقي فكي القدمة مش هيقدروا حتى يطبقوا عليها. خلي بالك ان القدمة دي بالملي والمايكرومتر بالمايكرو، يعني يستشعر الحاجة اللي بالمايكرو. وهنا السمك ده حاجة صغيرة جدا جدا، فاللي يقدر يعرف لي السمك ده هو المايكرومتر مش القدمة الورانية، يعني الأداة رقم 4، وبالتالي الاختيار هيكون د. السؤال اللي بعده جسم سرعته الابتدائية في اي بدأ في التحرك بعجلة منتظمة ايه، فحدثت له إزاحة دي خلال زمن تي، وكانت سرعته في اف في نهاية تلك الفترة. علما بأن صيغة أبعاد العجلة اللي تي سالب 2 وصيغة أبعاد السرعة اللي تي سالب 1، فأي المعادلات الآتية ممكن أن تكون صحيحة. طيب احنا هنقسم الصفحة نصين، هنشوف صيغة أبعاد الطرف الأيمن وصيغة أبعاد الطرف الأيسر. إذا كانوا صيغة الأبعاد هنا وهنا متساويين فقد تكون المعادلة صحيحة. طيب ليه بقول قد؟ لأنها ممكن تحتوي على رقم مش صحيح فتبقى المعادلة خطأ، لكن صيغة الأبعاد ما تقدرش تحس بيها. طيب تعالوا كده نشوف المعادلة الأولى. بيقول لك إن الفي اف تربيع بيساوي في اي زائد اي تي، يبقى هنا في اف تربيع وهنا في اي زائد اي تي تربيع. تعال نجيب صيغة الأبعاد. أولا الفي اف دي السرعة، فصيغة أبعادها ال تي أس سالب 1، بس هنا الفي اف متربعة يبقى أربع صيغة أبعادها. وازاي بحاول بغير بقى دي أس 2؟ بنتعامل ازاي؟ بنضرب الأسس. يعني هنا ال أس 1، الواحد ده يضرب في الاتنين تبقى ال تربيع، وهنا التي أس سالب 1 تضرب في الاتنين تبقى سالب 2. ده كده صيغة أبعاد الطرف الأيسر. نروح للطرف الأيمن نجيب صيغة أبعاد السرعة، هتبقى ال تي سالب 1 زائد العجلة ال تي سالب 2. طيب وده زمن، الزمن تي وعشان متربع يبقى تي تربيع. اولا مش هنقدر نجمع، ليه؟ دي ال تي سالب 1 ودي ال تي سالب دي. اولا يعني تي سالب 2 في تي اس 2 دول كده هيبقوا بواحد. ليه؟ لان لما تاخد الاساس منهم وتقول سالب 2 زائد 2 هيبقى اس صفر، واي حاجه اس صفر بواحد، فدي تبقى ال تي سالب 1 ودي تبقى ال. ما تقدرش تجمع كميتين ملهمش نفس صيغه الابعاد، لازم هنا صيغه الابعاد اللي هنا تبقى زي اللي هنا، لكن دي صيغه ابعاد ودي صيغه ابعاد تانية، ما اقدرش ان انا اتمم عمليه الجمع، وبالتالي المعادله دي غير صحيحه. طيب نشوف المعادله رقم ب. برضو هنقسم الصفحه نصين. هات الطرف الايسر هنا في اف تربيع وهنا في اي تربيع زائد 2 اي دي. الفي اف تربيع هنقول الفي بس السرعة ال تي أس سالب 1 بس الكل تربيع. تعال نضرب الأسس، يبقى هنا 1 في 2 تبقى ال تربيع، وهنا سالب 1 في 2 بسالب 2. طيب بالنسبة هنا الفي اي هنقول ال تي سالب 1 الفي بس الكل تربيع. وتعالى بقى نضرب الأسس في بعض، يبقى إلى ال تربيع ودي تي سالب 2 زائد الاتنين ملهاش صيغة أبعاد، العجلة ال تي أس سالب 2 والمسافة ال. طيب ادي ال تربيع تي سالب 2 زائد ال في ال بال تربيع تي سالب 2، بقوا زي بعض شبه بعض. ادي ال تربيع ودي تي سالب 2، فانا هاخد واحدة منهم. هتقول لي 2؟ لا، ما هو الاتنين الارقام بصيغة الابعاد مش بتهتم بالارقام، فانت هتقول ال تربيع تي سالب 2. الله، طب ما شبه الطرف الايسر، يبقى المعادلة دي معادلة صحيحة. وتعالى نجرب المعادلة ج برضه عشان نتدرب. هنقسم الصفحة نصين، هنجيب الطرف الايسر اللي هو في اف تربيع والطرف الايمن على بعض اهو في اي زائد 2 اي دي. الفي اف ال تي سالب 1 بس الكل تربيع. تعالى كده نضرب الاسس، ال دي اس 1 1 في 2 يبقى ب 2 ادي ال تربيع، وهنا تي اس سالب 1 سالب 1 في 2 بسالب 2. الفي اي ال تي اس سالب 1 زائد الاتنين ملهاش صيغة أبعاد، العجلة ال تي أس سالب 2 والمسافة ال، تبقى دي ال تي سالب 1 زائد هنا ال في ال بال تربيع تي سالب 2.
هلاقي نفسي مش هقدر اجمع، لان دي صيغه ابعادها ال تي اس سالب واحد، ودي ال تربيع في تي سالب اتنين، وبالتالي مش تنفع تتجمع، فالمعادله دي غير صحيحه. تعال نجرب المعادله الاخيره، برضو هنقسم الصفحه نصين. ادي الفي اف تربيع، وادي الفي اي تربيع زائد ايه تربيع في دي. هنا هنقول ال تي سالب واحد، دي صيغه ابعاد السرعه بس الكل تربيع. تعالى كده نضرب الاسس، يبقى ال تربيع تي سالب اتنين. هنا الفي اي ادي ال تي سالب واحد، دي الفي، والكل تربيع سواء بقى في اف سواء في اي. السرعه صيغه ابعادها ال تي سالب واحد، بس عشان دي متربعه ربع يبقى ال تربيع تي سالب اتنين زائد الايه صيغه ابعادها ال تي سالب اتنين بس الكل تربيع، والمسافه ال. ادي ال تربيع تي سالب اتنين زائد، هنا هنضرب الاسس، واحد في اتنين يبقى ال تربيع، وهنا اتنين في سالب اتنين بسالب اربعة، هتتضرب في ال، يبقى هنا ال تكعيب. برضو مش هنكمل لان ما هماش ليهم نفس صيغة الابعاد، فمش ينفع تتجمع، في المعادلة دي مكتوبة غلط، يبقى الاختيار الصحيح هنا هيكون ب. السؤال اللي بعده، تحركت سيارة في طريق مستقيم لفترة زمنية تي بسرعة متوسطة 2 في. يبقى هي اتحركت فترة زمنية تي، والسرعة المتوسطة كانت ب2 في، ثم تحركت لفترة زمنية تانية في مرحلة تانية اهي، تحركت لفترة زمنية تانية زمنها 2 تي بسرعة متوسطة قيمتها 3 في، فتكون السرعة المتوسطة الكلية بتساوي ايه؟ السرعة المتوسطة الكلية بتساوي الإزاحة الكلية على الزمن الكلي. الزمن الكلي عندي واضح وصريح، هنا تي وهنا 2 تي، فبجمعهم يبقى 3 تي. لكن أنا ما عنديش في المرحلة الأولى إزاحة، ولا في المرحلة التانية إزاحة، فهتعامل إزاي بقى؟ يبقى أنا هعمل خطوة زيادة أجيب بيها الإزاحة في المرحلة الأولى والإزاحة في المرحلة التانية عشان أجمعهم مع بعض. الإزاحة بتساوي، الإزاحة في المرحلة الأولى بتساوي في في تي. جت منين القانون ده؟ مش السرعة بيساوي المسافة على الزمن، يبقى الإزاحة هنا في السرعة في واحد بإزاحة بتساوي في في تي، يبقى دي واحد هتساوي الفي في التي، يعني 2 في في تي ب2 في تي. والإزاحة في الحالة التانية هتساوي، نضرب السرعة في الزمن، يعني 3 في 2 تي، 3 في 2 ب6 وادي في تي. تعالى بقى نجيب الدي توتال، 2 في تي و6 في تي يبقوا 8 في تي. تعالى بقى نكتبها هنا كده، احنا جبنا الإزاحة الكلية اهي 8 في تي، تقوم التي تطير مع التي يبقى 8 على 3 في، يعني الاختيار الصحيح هيكون ب. السؤال اللي بعده، إذا تحرك جسم في المسار الموضح خلال زمن كلي مقداره 10 ثواني، معنى الزمن الكلي بكام؟ ب10، فما هي قيمة سرعته المتجهة وسرعته القياسية؟ السرعة العددية سهل إن احنا نحسبها، لأنها عبارة عن المسافة، الطول الفعلي اللي هيقطعه الجسم، المسافة الكلية على الزمن. فتعال نشوف، هنا قطع 10 وهنا 50 ادي 60، 60 و20 80، 80 و10 يبقى 90، يبقى انت عندك هنا مسافتك 90 والزمن الكلي 10، يبقى 9 متر على الثانية. طيب عايزين نجيب السرعة المتوسطة، هنا بقى مش هتعامل بالمسافة، هتعامل بالإزاحة. فأنا هاجي هنا عند نقطة البداية ونقطة النهاية ووصل أقصر خط مستقيم ما بين البداية والنهاية. الخط اللي أنا رسمته بالرصاص ده أنا عايزة أجيب الطول بتاعه، فهنجيب الطول إزاي؟ تعالى نمد دي كده ونقفل ده كده مثلث، بحيث ان انا اعتبر اللي انا الضلع اللي انا عايزه اجيبه وتر في المثلث ده، فبالتالي هعرف اجيبها في فيثاغورس لو عرفت الضلع ده كام والضلع ده كام. الضلع ده جزء من ال50، في 50 قصاد منه، ماشي. طب بص كده معايا، الحته دي 10 والحته دي 10، بقيه ال50 هنا 40، يبقى دي قصاد ال40، دي كده 40، دي كده 40 متر. طيب والضلع ده كله كام؟ الحته دي 10 ودي 20 قصاد ال20 اهي، يبقى 20 هنا و10، يبقى كله على بعضه 30. يبقى انت عندك ديا 30 وديا 40، وادي الضلع اللي احنا هنجيبه. طيب يبقى هنقول تاني، القطعة دي عبارة عن قطعتين، القطعة اللي هي ب10
والجزئية التانية اللي هي قد اللي قصادها توازيها اللي هي 20، يبقى اجمع بقى 10 و20 30. نيجي بقى نقول الجذر التربيعي ل30 تربيع زائد 40 تربيع، هيطلع معاك الناتج ب50. تعالى بقى نجيب السرعة المتوسطة، نقسم ال50 على الزمن اللي هو 10 يطلع 5 متر على الثانية. يبقى احنا هنختار 5 وجنبها 9، ادي 5 وجنبها 9، يبقى الاختيار الصحيح هيكون د. السؤال اللي بعده، إذا تحرك جسم من سكون يبقى ده معناه إن الفي اي بصفر. تزداد سرعته بمعدل منتظم حتى وصلت الفي اف عبارة عن 40 متر على الثانية خلال معاك زمن 8 ثواني. فعايز الجسم يتحرك بعجلة ايه؟ نكتب قانون العجلة. العجلة بتساوي في اف ناقص في اي على الزمن. الفي اف ب40 والفي اي بصفر والزمن ب8، تطلع 5 متر على الثانية تربيع. 5 متر على الثانية تربيع، يعني الإجابة هتكون ج. السؤال اللي بعده، يتحرك الصوت في الهواء الساكن بسرعة مقدارها 340 متر على الثانية. دي كده سرعة الصوت 340. فإذا أطلقت صيحة عبر وادي ضيق وسمع الصدى منعكس من الجانب الآخر بعد 3.5 ثانية. لو افترضنا إن في شخص واقف في المكان ده وبعت صوته يعني خبط في حاجة فانعكس فارتد، فجاله سمع ايه بقى؟ صدى الصوت. صدى الصوت ده عبارة عن انعكاس للصوت. طيب عشان انت تسمع صدى الصوت ده معناها ان الصوت راح ورجع، ده معناها ان الصوت قطع مسافتين، مسافة الذهاب ومسافة العودة. فالزمن ده لازم يتقسم على 2 عشان اعرف زمن الذهاب اللي هو اصلا بيساوي زمن العودة، لانه هو عايز يعرف بعد الجانب الاخر عنك، عايز يعرف المسافة دي كام. فعشان يعرف المسافة دي، انت عايز تعرف مسافة ولا مسافتين؟ لا، انا عايز اعرف المسافة الواحدة، يبقى تاخد زمن المسافة الواحدة مش زمن المسافتين. يعني ايه؟ يعني 3.5 دول هتقسمهم على 2 هيطلع معاك 1.75 ثانية. ده يعتبر زمن الصوت ما راح او زمن الصوت لما رجع. طيب لما نيجي بقى نحسب المسافة بتساوي في تي. السرعة 340 والزمن 1.75، تطلع معاك 595 متر، يعني الاختيار الصحيح هيكون د. السؤال اللي بعده، سيارة كتلتها يبقى معاك الكتلة ب1050. طيب يمكنها التسارع من السكون، يبقى الفي اي بصفر الى السرعة النهائية 90، بس دي 90 كيلو متر لكل ساعة، فانا هحولها لمتر على الثانية. ازاي؟ هضرب في 5 على 18 هتطلع ب25 متر على الثانية. طيب ماشي، خلال زمن قدره 15 ثانية، معاك الزمن ب15 ثانية. ما مقدار صرف القوة التي يجب أن تؤثر على السيارة لإكسابها هذه العجلة؟ الأول نجيب العجلة. العجلة عبارة عن في اف ناقص في اي على التي. الفي اف ب25 والفي اي بصفر والزمن عندنا ب15، ده كده هيطلع ب5 على 3، تطلع العجلة ب5 على 3. تعالى بقى نجيب القوة. القوة بتساوي الكتلة في العجلة. الكتلة اللي هي 1050 في 5 على 3 هيطلع معاك ناتج ب1750 نيوتن، يعني الإجابة هتكون ج. السؤال اللي بعده، سيارة كتلتها 1200 يبقى معاك الكتلة ب1200 كيلو جرام. بدأت حركتها من السكون، يبقى الفي اي بصفر على طريق أفقي تحت تأثير قوى المحرك. القوى المحرك اللي هي القوى اللي بتأثر على العربية اف مؤثرة ب8000. طيب وقوة احتكاك في اف احتكاك ب2000. فإن العجلة تتحرك بها العجلة اللي تتحرك بها السيارة بتساوي ايه؟ العجلة بتساوي انهي اف؟ بتساوي اف في المحصلة على الكتلة. العجلة بتساوي الايه؟ بتساوي اف على ام، القوة المحصلة على كتلة الجسم او كتلة السيارة. طيب هنجيب الاف المحصلة ازاي؟ الاف المحصلة هي القوة اللي هتتحرك بها العربية، اللي هي عبارة عن القوة المؤثرة اللي هي 8000، هشيل منها قوة الاحتكاك اللي هي 2000،
هتطلع الاف المحصلة ب6000. هيجي هنا اقول العجلة هتساوي الاف المحصلة اللي هي 6000 على الكتلة اللي هي 1200، هتطلع العجلة 5 متر على الثانية تربيع. يعني الإجابة الصحيحة هتكون ج. السؤال اللي بعده، لوح مستطيل طوله مديك الطول والعرض، يمكن نجيب منه المساحة. ادي 80 في 40 الطول في العرض، وهضرب في 10 أس سالب 4. ليه ضربت في 10 أس سالب 4؟ عشان دي بالسنتي عايزة تتضرب في 10 أس سالب 2، ودي بالسنتي 10 أس سالب 2، فعلى بعضهم كده يبقى 10 أس سالب 4. أثرت عليها قوة مماسية، ادي القوة 30 نيوتن، فتحركت بسرعة، السرعة 2/10 متر على الثانية على طبقة من سائل لزج سمكها، سمك الطبقة اللي هو الدي 9.6، بس التركة هنا ان ده بالملي، فتضرب في 10 أس سالب 3 عشان تحول. عايز معامل لزوجة السائل. معامل لزوجة السائل اللي هي الإيتا بتساوي فدني أفندي، اف في دي على الاي في الفي. طيب تعال نعوض بالاف كده. الاف ب30 والدي ب9.6 في 10 أس سالب 3، والمساحة 80 في 40 في 10 أس سالب 4، في السرعة اللي هي 2/10. هيطلع معاك الناتج 4.5 كيلو جرام لكل متر في الثانية. طيب تعالوا كده نشوف الإجابة فين. هنلاقي الإجابة هتكون د. السؤال اللي بعده، ينساب الماء انسياب مستقر عبر مقطع واسع للأنبوبة، عبر مقطع واسع للأنبوبة بسرعة 1.2، وعندما وصل إلى المقطع الضيق أصبحت سرعته، السرعة هنا 6 متر على الثانية. طيب فإن النسبة بين قطر المقطع الواسع الأنبوبة وقطر المقطع الضيق. أولا هنا بنراهن في مسائل الانسياب إنه يجيب لك العلاقة بين السرعة والقطر أو نصف القطر. ليه؟ لأن العلاقة هنا هتكون عكسية مع المربع. يعني ما تيجي مثلا يعني هتقول إيه؟ الفي عند المقطع الضيق إلى الفي عند المقطع الواسع هتساوي الفي والقطر. هتعمل ايه بقى في القطر؟ هتعكس وتربع، تعكس وتربع. يعني قدام المقطع الضيق تكتب كده القطر عند المقطع الواسع الى القطر عند المقطع الايه الضيق، العكس، العلاقة العكسية يعني، وتربع. وكمان تقول تربيع. طيب لو احنا بقى عايزين النسبة بين قطر المقطع الواسع على الضيق من غير تربيع، يعني دي عند المقطع الواسع الى دي عند المقطع الضيق، ناخد الجذر، جذر بقى. بس تعال نعوض عند السرعة عند المقطع الضيق اللي هي ب6، والسرعة عند المقطع الواسع اللي هي ب1.2، هيطلع معاك جذر 5. جذر 5 يعني اختيار هيكون د. السؤال اللي بعده، إناء كتلته. يبقى احنا عندنا إناء، الإناء ده ليه كتلة، ادي الإناء اهو. كتلة الإناء إناء بتساوي 37 جرام، وعندك الحجم، حجم الفول 50 سنتيمتر مكعب، 50 سنتيمتر مكعب. وضع به جسم، وضع به جسم. الجسم ده كتلته يبقى ام للجسم عبارة عن 53 جرام. وبعدين هصب مية لحد العلامة 50، يعني هملاه على اخره كده مية، العلامة 50 سنتيمتر مكعب هنصب مية. فاصبحت الكتلة، هنعدل دي هنخليها 120، فاصبحت كتلة الاناء 120 جرام. يبقى هنقول هنا كتلة الاناء بعد الكلام ده كله في الاخر خالص، بعد ما انت ضفت الجسم وضفت المية، اصبحت كتلة الاناء ب 120 جرام. المطلوب كثافة الجسم. الكثافة رمزها رو، وكثافة الجسم هنقسم كتلة الجسم على حجم الجسم. عندك من ايه مين في دول موجود؟ عندي كتلة الجسم. كتلة الجسم ب53، بس بالجرام هنحول فنضرب في 10 أس سالب 3 علشان الناتج بالوحدة الدولية. طيب على الحجم، حجم الجسم ده، حجم الجسم الغريب ده حجمه كام؟ هقول لك لا انا مش هقدر، ما قالش في المسألة حجم الجسم، بس انا ممكن اعرف حجمه ازاي.
هقول ان ال50 سنتيمتر مكعب دول عبارة عن حجم المية زائد حجم الجسم. فانا لو معايا حجم المية اشيلها من ال50 واعرف حجم الجسم بكام واعوض بيه هنا. طيب وحجم المية بكام؟ حجم المية ممكن نجيب الحجم من القانون. انت عندك الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم. فلو انا عايزة فول مية هيبقى كتلة المية على كثافة المية. طب كتلة المية بكام؟ كتلة المية مش عندي بس ممكن اجيبها. يبقى المشكلة في السؤال النقلات الكتير، كل حاجة عايز تعوض بيها هتروح تجيبها. طب اجيب كتلة المية ازاي؟ انت عندك الاناء بعد ما احنا حطينا فيه الكتل دي كلها اصبحت كتلته 120. ال 120 دي عبارة عن كتلة الاناء اللي هو 37 وكتلة الجسم اللي هي 53 وكتلة المية. يبقى كتلة المية هتجمع دول هتلاقيهم 90 وديهم الناحية التانية 120 شيل منهم 90 هتطلع كتلة المية 30 جرام. طيب لو انا جيت بقى عايزة اجيب حجم المية فول مية هعوض بالكتلة انها 30 والكثافة ممكن اعوض عنها بواحد. ازاي؟ الكثافة 1000. لا، ما انا هتعامل مع النظام اللي هو النظام الفرنسي اللي هو الوحدات الصغيرة. انا هاخد ال30 بالجرام، انا عايزة احول في الاخر، يعني انا احول في الاخر بس. فانا هنا ال30 خدتها بالجرام والكثافة اللي هي 1000 كيلو جرام لكل متر مكعب انا خدتها بالجرام لكل سنتيمتر مكعب تبقى بكام؟ بواحد. يبقى كثافة المية لو بكيلو جرام لكل متر مكعب 1000، لو بالجرام لكل سنتيمتر مكعب هتبقى بواحد. فيطلع معاك الفول مية ب30 وعشان انت ما حولتش 30 سنتيمتر مكعب. طيب ماشي كده احنا عرفنا الفول المية. نرجع بقى نقول الإناء في سعة الإناء والحجم الإناء والمية. يعني عايزة أقول لك ال50 دي عبارة عن الفول مية زائد الفول جسم. طيب ادي ال50 اهي، وانا عرفت ان فول المية ب30 اوديها الناحية التانية. يبقى انا دلوقتي طلعت بفول جسم 50 شيل منها 30 تبقى 20، بس 20 ايه سنتيمتر مكعب. هنا بقى هنحول في الاخر، يعني انا هقول ان احنا عندنا رو للجسم، كثافة الجسم بتساوي كتلة الجسم اللي هي 53 زي ما كنا كاتبين في 10 أس سالب 3 على الحجم بتاع الجسم اللي احنا حصلنا عليه اللي هو 20، بس ده بسنتي متر مكعب، فعشان كده هضرب في 10 أس سالب 6 عشان احوله لمتر مكعب. السنتيمتر عشان يروح للمتر بضرب في 10 أس سالب 2. طب لو السنتيمتر مكعب عايز يروح للمتر مكعب تكعب التحويله، يبقى 10 أس سالب 2 الكل تكعيب تعملها 10 أس سالب 6. طيب ماشي، يبقى انا كده هعوض ب 53 في 10 أس سالب 3 على 20 في 10 أس سالب 6 يطلع معاك الناتج 2650. 2650 كيلو جرام لكل متر مكعب، يعني الاختيار هيكون د. السؤال اللي بعده سبيكة من القصدير والنحاس. يبقى انت كده معاك خليط. الكتلة الهاء هنا كتلتها الهاء عايدة على الخليط على السبيكة، فهقول هنا ام خليط بكام؟ 3373 والوحدة جرام. حجمها الهاء هنا عايدة على السبيكة على الخليط، يبقى فول خليط عبارة عن 452 سنتيمتر مكعب. كثافة القصدير النسبية 7 وكثافة النحاس 8900 كيلو جرام لكل متر مكعب. فإن حجم النحاس في السبيكة بيساوي ايه؟ قبل ما نحل المسألة تعال الأول نتأكد إن الوحدات كلها حاجة واحدة، يعني تكون بتتعامل مع الوحدات اللي بالنظام الفرنسي جرام وسنتيمتر مكعب والناتج يطلع بالسنتيمتر مكعب، لكن إنك تقولي هنا حاجات بالجرام وحاجات كثافة نسبية وحاجات بالكيلو جرام لكل متر مكعب. فاحنا هنا عايزين نتعامل بوحدة واحدة اللي هي بالنظام الفرنسي، يعني ناخد مثلا الكتلة بالجرام والحجم بسنتيمتر مكعب فيطلع حجم النحاس في السبيكة بسنتيمتر مكعب. طب هتعمل ايه في الكثافة النسبية؟ هتقول لي هحولها للكثافة المطلقة.
انت عندك هنا الرو المطلقة، الكثافة المطلقة بتساوي الرو النسبية في 1000. طب أنا هسألك سؤال، إمتى تبقى الكثافة المطلقة تساوي الكثافة النسبية؟ لو هضرب في واحد. هو ينفع كثافة المية، ما الألف دي كثافة المية، ينفع كثافة المية تبقى بواحد؟ كثافة المية بواحد لو هتكون الوحدة جرام لكل سنتيمتر مكعب. يعني أنا عايزة أقولك إن الكثافة النسبية دي تساوي الكثافة المطلقة لو انت هتتعامل بوحدة جرام لكل سنتيمتر مكعب، لو انت هتتعامل بالنظام الفرنسي، الوحدات اللي انت بتتكلم عنها في اول السؤال. يبقى هنا هتعتبر الرو المطلقة بكام بقى؟ رو المطلقة هتعتبرها ب7 جرام لكل سنتيمتر مكعب. طيب ممكن حد يكون مش فاهم او مش مقتنع باللي احنا عملناه، يقولي لا انا عايز اضرب ال7 في 1000 واحصل على الرو المطلقة ب7000 وكيلو جرام لكل متر مكعب، وبعدين ان انا احولها للجرام لسنتيمتر مكعب. طب انت بتحول ازاي بتحول الكيلو جرام لمتر اللي هو على متر مكعب، ازاي بتوديه للجرام لكل سنتيمتر مكعب؟ انت عندك تحويلة في البسط وتحويلة في المقام. الكيلو جرام في 1000 جرام يعني في 10 أس 3، والمتر ازاي يروح للسنتي؟ المتر بيروح للسنتي عن طريق ان اضرب في 10 أس 2، اضرب في 100، 10 أس 2، بس ده متر مكعب وده سنتيمتر مكعب، يبقى تكعب التحويلة يبقى 10 أس 6، يبقى الناتج بتاعها هيبقى 10 أس سالب 3. فانت ال7000 دول لازم تضربها في 10 أس سالب 3، هيطلع معاك الناتج 7 بالجرام لكل سنتيمتر مكعب. وده اللي انا كنت بقوله لك في الاول من غير ما تتعب نفسك، ان الكثافة المطلقة تساوي الكثافة النسبية لو انت عايز الوحدة بالجرام لكل سنتيمتر مكعب. يبقى انت هنا على ان الكثافة اللي هي ال7 دهيت تعتبر كثافة المطلقة للقصدير. طب كثافة النحاس عايزينها مش بالكيلو جرام لكل متر مكعب، عايزين ال8900 دول عايزين نوديهم لجرام لكل سنتيمتر مكعب. لسه قايلين اهو هنضرب في 10 أس سالب 3، يعني كأنك هتقسم على 1000، هيبقى الناتج 8.9 جرام لكل سنتيمتر مكعب. طيب هنبدأ بقى الحل، يبقى كل ده مجرد ان احنا اتفاق على هنحل ازاي، لكن لسه ما حلناش. طيب ازاي هجيب حجم النحاس؟ هو طالب الحجم، يبقى انا هبدأ بالكتلة. هقول ايه بقى؟ الكتل في الخليط بتجمع، يعني الام خليط عبارة عن ام نحاس زائد ام قصدير. طيب كتلة الخليط كام؟ ام خليط، كتلة الخليط ب 3373. طيب وكتلة النحاس هقول رو نحاس في فول، ده لمين؟ للنحاس. طب وام قصدير هقول رو في فول للقصدير. طيب ماشي، ادي 3373. كثافة النحاس قلنا 8.9. طيب وفول النحاس هفترضه انه فول زائد الرو قصدير قلنا 7. طيب والفول قصدير، انت عندك فول الخليط فول خليط عبارة عن فول نحاس زائد فول قصدير. طيب لو انا افترضت ان النحاس دون فول، وكان الفول بتاع الخليط الحجم الخليط 452 وافترضت ان النحاس بفول، يا ترى فول قصدير يبقى كام؟ سيب الفول قصدير في حاله ودي الفول الناحية التانية، يبقى 452 ناقص فول. يبقى هنقول 7 في مين بقى؟ في 452 ناقص فول. طيب تعالى بقى نكمل نكمل المسألة ازاي. ادي 3373 وادي 8.9 فول. هضرب 7 في الرقم ده وارجع اضرب 7 في الرقم ده. 7 في 452 هتطلع معاك ب 3164. ماشي، 3164.
وادي ناقص 7 فول يبقى 7 فول. تمام. طيب ادي 3373 وادي 8.9 شيل منها 7 يبقى 1.9 فول. طيب ودي نسيبها زي ما هي 3164. طب تعالى نلم الشمل، يعني سيب 1.9 فول في نفس المكان وودي دي الناحية التانية. الناحية التانية في مين؟ 3373 وديلها دي بإشارة مخالفة يبقى سالب 3164. هيطلع معاك هنا 209 بيساوي 1.9 فول. عايزين الفول البعيد على القريب، يعني تقسم دي على 1.9 ودي 1 على 1.9 يبقى 209 على 1.9 هيطلع معاك 110 بالسنتيمتر مكعب. 110 سنتيمتر مكعب تبقى الإجابة ج. السؤال اللي بعده، سيارة كتلتها 1500 كيلو جرام. معاك السيارة بكتلة 1500 تحملها 4 عجلات. الضغط الواقع على كل إطار الضغط بيساوي 180 كيلو باسكال، عشان كده هضرب في 10 أس 3 عشان هي بالكيلو. فإن مساحة سطح تلامس كل إطار مع الطريق تساوي إيه؟ وافترض إن نصيب العجلات من الحمل متساوي. عايز مساحة سطح التلامس كل إطار. هرسم لك عربية غريبة شوية بس معلش طول بالك معايا. العربية دي ليها 4 إطارات، المفروض إطارين قدام انت شايفهم وإطارين انت مش شايفهم، بس معلش أنا هتجاوز شوية في الرسم وأعمل لك كأنك شايف ال4 إطارات كأنها عربية كرتون. يعني مثلا لو أنا قلت إن المساحة دي، مساحة العجلات دي إيه، ودي زيها إيه، ودي زيها إيه، ودي زيها إيه، يبقى أنا عندي هنا 4 عجلات، مساحة كل واحدة فيهم إيه. انت طالب ايه؟ انت طالب مساحة سطح تلامس كل اطار. كل اطار مساحته ايه؟ كل اطار مساحته ايه؟ كل اطار مساحته ايه؟ كل اطار مساحته ايه؟ يبقى انت طالب مني قيمة الايه. طيب هتعامل ازاي؟ هقول الضغط بيساوي الاف على المساحة. هكتبها بالعربي عشان بس ما تحصلش لخبطة في الرموز. على المساحة. الضغط هعوض عنه ب180 في 10 أس 3. والقوة قوة العربية كلها اللي هي قوة الوزن اللي هي الكتلة في العجلة، يعني 1500 في 10 عجلة الجاذبية. على المساحة الوزن ده كله متوزع على المساحات دي على 4 ايه. يبقى انا استخدمت المساحة كلها لان الوزن بيتوزع ضغطه كده كضغط الوزن ده ضغطه بيتوزع على المساحات دي. فكتبت هنا 4 ايه. طيب ايه المطلوب؟ ان انا اجيب مساحة كل اطار اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ يعني انت عايز الايه مش ال4 ايه. تمام، نجيب الايه طرف، هات الايه هنا ونزل الرقم مكانه. يبقى الايه هتساوي 1500 في 10 ونزل 180 في 10 أس 3 وادي ال4 اهي. طيب ماشي، هتبقى الايه بقيمة كام؟ هتطلع ب208 من 10,000 بس وحدتها متر مربع المساحة. بس هو في الاختيارات عايزها بالسنتيمتر مربع. ازاي احول من متر اوديه للسنتي؟ بضرب في 100 بضرب في 10 أس 2. طب لو متر تربيع عايز اوديه للسنتيمتر مربع هتضرب في 10 أس 2 وتربع التحويلة يعني 10 أس 4. طب اضرب لي الرقم ده في 10 أس 4 هيطلع بالتقريب 208 سنتيمتر مربع. يعني الإجابة الصحيحة هتكون ب. السؤال اللي بعده، أمامك مانومتر زئبقي يستخدم لقياس ضغط ثاني أكسيد الكربون. فإذا كان الضغط الجوي 76 من 100 متر زئبق فإن ضغط الغاز في المستودع الموضح بالشكل يكون بوحدة الطول بيساوي. طيب احنا دلوقتي هندور على السائل اللي موجود في الفرعين. طبعا الزئبق ليه سطح عالي وليه سطح منخفض. هنشد خط عند السطح المنخفض ونكون نقطتين ونفترض نقطة 1 ونقطة 2. بما ان 1 و2 في مستوى افق 1 في سائل ساكن متجانس يبقى الضغط عند 1 بيساوي الضغط عند 2. مين بيمثل ضغط عند 1؟ ضغط الغاز يبقى البي غاز. مين بيمثل ضغط عند نقطة 2؟ ضغط طبقة الزئبق وضغط الهواء الجوي. هل ممكن اتعامل بالاتش؟ ما هو ضغط الهواء الجوي ممكن يكافئ الضغط بوحدة المتر زئبق والسنتيمتر زئبق وممكن وحدة الطول اللي هي مليمتر زئبق.
فتعالى نتعامل بالمتر زئبق. يعني هنقول الاتش اللي هنا دي بالسنتي، فانت هتحولها لمتر، هتقسم على 100، يعني دي 4/100 متر، زائد الوحدة دي بالمتر زئبق 76/100، تعتبر متر زئبق. هتجمعهم مع بعض هيطلع الناتج 8/10 متر زئبق. طب احنا عايزينه بوحدة الطول، بوحدة الملي. هناخد 8/10 ونضربها في الوحدة اللي انت عايز تروح لها، اللي هي وحدة الطول اللي هي ب760، على الوحدة اللي انت جاي منها. انت جاي من وحدة المتر، والمتر ب76/100، هيطلع معاك 800. يعني الاختيار الصحيح هيكون به. السؤال اللي بعده، في الشكل المقابل الضغط الجوي في البارومتر يعادل ارتفاع انه ارتفاع. طيب هجيب ضغط الهواء الجوي ازاي؟ بختار نقطتين على السطح. ليه نقطتين على السطح؟ عشان يبقى اللي ملاصق للنقطة دي هو ضغط الهواء، واسميهم ادي 1 وادي 2، واقول الواحد واتنين موجودين في سائل واحد وفي مستوى افق واحد، فالضغط عند واحد بيساوي الضغط عند 2. مين بيضغط عند واحد؟ البي اي. مين بيضغط عند 2؟ هنا الضغط ممكن اقول انه بيكافئ الاتش بتاعت الزئبق. طيب ليه ما كملش واخد الايه؟ هقول هنا في فراغ الزئبق دوت، او الفراغ ده ما فيهوش غير بخار زئبق، والبخار الزئبق ده يمكن اهمال ضغطه، يعني مش بتعامل معاه في الحسابات. فيبقى هنا الاتش بتاعتنا من اول النقطه دي اللي هي مقاربه للنقطه اللي على السطح دي لحد هنا، يبقى بي. يبقى الاختيار هيكون ج. السؤال اللي بعده، مكبس هيدروليكي دخل القوة المؤثر على مكبس قطره 1.8 على مكبس قطره، ده القطر، طيب يساوي 9 نيوتن. فإن خرج القوة المؤثر على مكبس نصف قطره 18 سنتيمتر يساوي ايه؟ طيب انت هنا مديني نصف القطر وهنا مديني القطر، يبقى لازم اتعامل بحاجة واحدة، يا اما الاتنين يكونوا قطر يا اما الاتنين يكونوا نصف قطر. فهيبقى نصف القطر الاولاني ده ار1 هنقسم على 2، هيبقى 9/10 سنتي، ويبقى نصف القطر التاني هيبقى زي ما هو عشان ده نصف قطر 18 سنتي. مين الرقم الكبير؟ 2. يبقى 2 ده المكبس الكبير وده المكبس الصغير. طيب ايه القانون اللي بستخدمه؟ بنقول عندنا الاف على المكبس الكبير، اف على المكبس الكبير الى الاف على المكبس الصغير بيساوي مساحة مقطع الكبير على مساحة مقطع الصغير، او بيساوي مربع نصف قطر الكبير على مربع نصف قطر الصغير، او قطر مربع برضو قطر الكبير على مربع قطر الصغير، او ممكن نقول واي الازاحة اللي عند الملف الصغير هنا بالعكس على واي الازاحة عند المكبس الكبير. طيب وكمان كل الكلام ده عبارة عن الايتا، عبارة عن الكفاءة. بس احنا هنا عايزين نعمل نسبة للقوة علشان خاطر ان احنا نقدر نجيب القوة اللي بتأثر على المكبس الكبير. الدخل هنا بيتم على المكبس الصغير وبننتظر النتيجة عند المكبس الكبير. فهنقول اف عند المكبس الكبير مجهولة، واف عند المكبس الصغير ب9. نصف القطر عند المكبس الكبير ب18 بس هنربع، ونصف القطر عند المكبس الصغير 9/10 بس هنربع. عايزين نجيب الاف في طرف، فالاف هتساوي الطرف المتصل، يعني 9 في 18 الكل تربيع على 9/10 الكل تربيع، هيطلع 3600 نيوتن. يعني الإجابة الصحيحة هتكون د. السؤال اللي بعده، كتلة من غاز الأكسجين تشغل حجم، أول حجم يقابلك يبقى فول 1 ب550 عند درجة حرارة، أول درجة تقابلك أدي تي 1 عبارة عن 2 بس بالمئوي، لازم ومهم إنك تجمع عليها 273 عشان تحولها بالكلفن، تطلع 275 بالكلفن. وتحت ضغط يعادل ضغط الهواء الجوي. طيب هنقول ان ضغط الهواء الجوي بيكافئ 76 سنتيمتر زئبق، ماشي. فان الحجم عند طالب الحجم التاني، لان الحجم الاولاني موجود يبقى مش فاضل غير الحجم التاني. عند درجة حرارة يبقى درجة الحرارة التانية 30، هتجمع عليها 273
هتبقى معاك 303 كلفن، وتحت ضغط ضعف الضغط الجوي، فيبقى البي في الحالة التانية 2 في 76 هيبقى ب152 سنتيمتر زئبق. طيب ليه ما بنحولش؟ لان دي نسب، هنعمل القانون في صورة نسب، فالمهم ان انت تكون محافظ على انهم يكونوا من نفس الوحدة. فانت هتقول القانون العام لان كل حاجة معاك، بي واحد في فول واحد على تي واحد هتساوي بي اتنين في فول اتنين على تي اتنين. طيب بي واحد عندك بكام؟ قالك ب76، والفول في الحالة الأولى 550، ودرجة الحرارة كانت 275، والبي في الحالة التانية ضعف ضغط الهواء الجوي يعني هنا 152، والفول في الحالة التانية مطلوب، ودرجة الحرارة كانت 303. عايزين الفول 2 في طرف، هناخد الطرف المتصل يعني 76 في 550 في 303 على 275 في 152، هيطلع الفول ب 303 لتر. يبقى هندور في الاختيارات، هنلاقي الاختيار الصحيح هيكون ألف. السؤال اللي بعده غاز ضغطه، يبقى أول ضغط يقابلك يبقى بي واحد نص أتوم في درجة حرارة أدي تي واحد 35، بس دي بالمئوي، أجمع عليها 273 ده ضروري، هتطلع ب 308 كلفن. فإن ضغطه، طالب الضغط اللي في الحالة التانية عند درجة حرارة تانية قيمتها كام؟ 85، نجمع عليها 273 هيطلع 358 كلفن. المطلوب الضغط في الحالة التانية. طيب هو هنا ما قالش عند ثبوت الحجم، بس احنا مش قدامنا غير ان احنا نستخدم القانون ده اللي هو بي واحد على تي واحد بيساوي بي اتنين على تي اتنين. بي واحد بنص، وتي واحد ب308، وبي اتنين مطلوبة، وتي اتنين ب358. عايزين بي اتنين في طرف، هنقول بي اتنين بتساوي الطرف المتصل نص في 358 على الطرف اللي فيه مجهول على 308، هيطلع معاك 58 من 100 أتوم. طب نبص هنا بالأتوم، الوحيدة اللي بالأتوم مش صحيحة، بس الرقم ده شبهه، فاحنا هنحاول نجيبها بنيوتن لكل متر مربع. فناخد الرقم 58 من 100 نضرب في الوحدة اللي احنا عايزين نروح لها، عايزين نروح للنيوتن لكل متر مربع، فنضرب الوحدة دي اللي هي 1.13 من 1000 في 10 أس 5 على الوحدة اللي احنا جايين منها الأتوم، والأتوم بيكافئ 1 ضغط جوي. هيبقى كام الناتج؟ هيبقى معاك رقم، الرقم ده تقريبا هيبقى 5.875.4. طيب هو مش شبه دون، بس احنا عايزين نخليه شبهه، فتعمل ايه؟ بص كده، الرقم اللي انت بتشبه عليه مضروب في 10 أس 4، تروح انت ضارب في 10 أس 4 وتقسم على 10 أس 4. انا كده ما غيرتش حاجة، بس هروح واخد الرقم ده وقسمه بالآلة الحاسبة، وفي الآخر الناتج هسيبه مضروب في 10 أس 4 عشان أشوف الصورة دي هتبقى شبهها ولا لأ. فهيبقى معاك الناتج هيكون عبارة عن 5، هيبقى 5.88 يعني بالتقريب 89 كده من 100 في 10 أس 4، يعني فعلا الإجابة ب هتكون الإجابة الصحيحة. يبقى اختيارنا هنا هيبقى الاختيار ب. السؤال اللي بعده كمية من غاز عند درجة حرارة 25 درجة مئوية. دي أول درجة حرارة تقابلك، يبقى تي واحد 25 مئوي، فورا تجمع عليها 273 عشان تحولها لمئوي، تطلع معاك 298 كلفن. ماشي، رفعت درجة حرارتها ل30، يبقى دي درجة حرارة التانية، 30 هتجمع عليها 273 عشان تحولها لكلفن، هيطلع معاك 303 كلفن. ماشي، فزاد الحجم بمقدار، يبقى انا لو اعتبرت الفول في الحالة الاولى بفول، فالفول في الحالة التانية زاد بمقدار، يعني عبارة عن فول زائد 1.5 سنتيمتر مكعب. فإن الحجم الأصلي بكام وهو عايزها بالسنتيمتر مكعب، يبقى أنا مش هحول. طيب انت هنا قلت مع بقاء الضغط ثابت، يبقى هنقول فول واحد على تي واحد بتساوي فول 2 على تي 2. فول واحد بفول
ودرجة الحرارة في الحالة الأولى 298 فول، في الحالة التانية عبارة عن فول زائد 1.5، ودرجة الحرارة 303. تعال نضرب طرفين فسطين، دي كده 303 في فول ب303 فول. ال 298 هتتضرب في المقدار المجموع، تبقى 298 فول زائد 298 في 1.5، هتبقى عندك 447. طيب يبقى هتجيب لي بقى هنا دي 303 فولت، هتودي لي دي الناحيه دي 303، شيل منها 298، هتبقى 5 فولت بيساوي 447. يبقى الفول هيساوي 447 على الخمسة، فيها 89.4 سنتيمتر مكعب. يعني الاختيار الصحيح هيكون ب. السؤال اللي بعده، فرض ان الضغط الجوي يكافئ ضغط عمود ماء في بحيرة طوله اتش. طيب ايه الجملة دي؟ اولا ضغط الهواء الجوي لا يكافئ ضغط عمود مية، الضغط الهواء الجوي بيكافئ ضغط عمود من الزئبق، احنا عارفين المعلومة دي. فهو انا بقولك افترض بفرض ان الضغط الجوي يكافئ ضغط عمود في بحيرة طوله اتش، يبقى الاتش دي هتعبر او تكافئ، الاتش دي هتكافئ الضغط الجوي اللي هي البي اي. وان بالطريقه دي بقى نقدر نتعامل مع ضغط الميه على انه كمان بالاتش. طيب وان فقاعه صعدت من القاع للسطح فزاد نصف قطرها الى الضعف. لو احنا عندنا فقاعه هوائيه موجوده في قاع البحيره وطلعت لحد السطح، فالحجم بتاعها بيزيد نتيجه ان الضغط عليها قل. كل ما تطلع لفوق كل ما الضغط يقل، كل ما الحجم يزيد، وده بيوضح قانون بويل والعلاقة العكسية بين الضغط والحجم. طيب ايه اللي حصل؟ فعلا نصف قطرها زاد للضعف. يعني لو انا اعتبرت القاع الحالة الاولى والسطح الحالة التانية، فهقول هنا ار في الحالة التانية ضعف الار في الحالة الاولى، او نقدر نقول هنا نصف القطر ار وهنا نصف القطر 2 ار. ماشي، بفرض ثبوت درجة الحرارة فعايز عمق البحيرة. طيب هنقول ان ادام انت ثبت درجة الحرارة فانا هستخدم قانون بويل اللي بيقول لك بي واحد في فول واحد بيساوي بي اتنين في فول اتنين. الضغط عند القاع الحالة الاولى عبارة عن ضغط المية زائد ضغط الهواء الجوي، فانا هقول ضغط المية بيكافئ اتش، بس انا معرفهاش اتش شكلها ايه، لكن ضغط الهواء الجوي بيكافئ الاتش كابيتال. ادي كده الضغطين هجمعهم. والفول في الحالة الأولى أنت عندك قطرة المية دي هي شبه الكرة، فهنقول حجمها عبارة عن 4/3 باي ار تكعيب، وار في الحالة الأولى بار يبقى ار تكعيب، هيساوي الضغط في الحالة التانية وانت عند السطح هيبقى الضغط اللي بيأثر عليك ضغط الهواء بس اللي هو الاتش، والحجم هيبقى 4/3 باي ار تكعيب، بس الار هنا 2 ار فتبقى 2 ار الكل تكعيب. تمام، 4/3 هتطير مع 4/3 والباي هتطير مع الباي، وهيبقى عندك هنا اتش زائد اتش اهي مضروبة في ار تكعيب، يبقى ادي الاتش، بس احنا هنكعب الاتنين ار تكعيب، تكعيبت الاتنين 8 والار تبقى ار تكعيب، هطير دي مع دي، هيبقى عندك هنا اتش زائد اتش بيساوي 8 اتش. احنا عايزين الاتش اللي هي بتمثل ارتفاع المية، فانا هودي الناحية التانية هقول 8 اتش شيل منها اتش هيبقى 7 اتش. 7 اتش يعني الاختيار هيكون ج، يبقى الإجابة عندنا هنا هتكون ج. تعال نشوف سؤال مقالي محتاج تركيز من الطالب شوية. في الشكل المقابل عين نسبة طول عمود الزئبق المطلوب صبه، يبقى في زئبق هيتصب لسه، عايزين نعين طول عمود الزئبق المطلوب صبه في الفرع المفتوح حتى يرتفع سطح الزئبق في الفرع المغلق. الفرع المغلق اللي هو الناحية دي، ده كده الفرع المغلق، ده كده فرع مغلق، ده الفرع المفتوح بمقدار 2 سنتي. عايزين الزئبق هيخلي الزئبق يرتفع في الطرف اللي هو مغلق دون 2 سنتي. ماشي، إلى الطول المطلوب صبه في حالة إن الطرف التاني مفتوح ليرتفع سطح الزئبق بنفس المقدار. تعال نفهم السؤال واحدة واحدة. احنا عندنا أنبوبة على شكل حرف يو منتظمة المقطع
وانتظامها في المقطع مهم جدا في الحل السؤال ده. فكان الزئبق في الأول قصاد بعضه، الزئبق كان في الأول الارتفاع بتاعه مستوى واحد، مستوى واحد ارتفاع الزئبق. فأنا هاجي هنا في الحالة الأولى قبل ما نصب أي زئبق هنحدد هنا الغاز المحبوس، نجمع المعلومات. أول حاجة أنت عندك هنا الحجم، عشان الأنبوبة منتظمة المقطع فممكن أعبر عن الحجم بالطول، فالطول في الحالة الأولى هنا 6 سنتي، يبقى ال في الحالة الأولى عبارة عن 6 سنتي. طيب وضغط الغاز، هنقول ضغط الغاز في الحالة الأولى، هنشد الخط ده قدام سطح الزئبق اللي قصاد بعض كده وناخد نقطتين، هنقول دي النقطة 1 ودي النقطة 2. مين بيضغط عند 1؟ الغاز اللي فوق منها، يبقى ده بي غاز. ومين بيضغط على 2؟ هيبقى الهواء. يبقى بما ان 1 و2 في مستوى افقي واحد فالضغط عندهم متساوي، المفروض هنقول كده بي 1 بتساوي بي 2. مين بيضغط على 1؟ البي غاز. مين بيضغط على 2؟ الهواء اللي هو 76 سنتيمتر زئبق. يبقى انا جمعت معلومات عن الحالة الأولى، تمام، عن الضغط وعن الحجم. طيب نيجي بقى ايه اللي هيحصل، نرجع تاني للحالة الأولى اهي. الحالة الأولى اهي، شوف احنا هنغير فيها ايه. ادي سطح الزئبق قصاد بعضه والطرف دون مغلق، هنبدأ نصب زئبق. طيب رغم ان اللي موجود في الدورق ده زئبق، بس انا هعلم بلون تاني على الزئبق اللي هيتصب عشان نقدر نميز بين الزئبق الجديد والزئبق القديم. المفروض ان انا هصب زئبق كده، اي مادة انت هتصبها من احد الفرعين لازم تعمل حاجة، دي معلومة مهمة جدا، انها تزيح طبقة الزئبق القديمة لاسفل. طب طبقة الزئبق القديمة لاسفل هتتزاح ويحل محلها الزئبق الجديد. طب والزئبق القديم ده هيروح فين؟ هيرتفع الناحية التانية. طب هيرتفع بمقدار كام؟ هو قال في السؤال انه هيرتفع بمقدار 2 سنتي، يبقى انا هصب زئبق هنا بحيث ان الزئبق اللي في الناحية المغلقة يرتفع 2 سنتي. ليه الزئبق بيرتفع؟ لانه انخفض من هنا 2 سنتي. يبقى المعلومة دي مهمة جدا عشان نعرف نحل. الزئبق اللي انت هتصبه ليه طبع، اي مادة انت هتصبها في الفرع ليها طبع انها تزيح طبقة هنا من القديم وتحل محلها. طب والقديم يروح فين؟ يروح الناحية التانية. طب الزئبق نزل قد ايه؟ نزل 2 سنتي. عرفت منين؟ لان الزئبق اللي طلع اليمة التانية 2 سنتي. تمام، يبقى مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني اعرف طول عمود الزئبق اللي احنا صبيناه اللي باللون الاحمر اللي هو الاتش دي كام، اللي هي باللون الاحمر، واديني ميزتها بلون تاني عشان نبقى عارفين ايه المطلوب مننا. طيب ماشي، انت بقى لما الزئبق هنا ارتفع، حجمت انت الحجم اللي كان هنا، بدل ما كان بيشغل او كان طوله 6 سنتي هيبقى كام؟ 4 سنتي، لان في هنا طلع له 2 سنتي زئبق فاصبح الغاز اللي موجود هنا في 4 سنتي. تعال نجمع بيانات جديدة. الطول الجديد بقى 4 سنتي، والضغط الجديد هيبقى عبارة عن ايه؟ هنستخدم قانون بويت، بي 1 في فول 1 بيساوي بي 2 في فول 2. وعشان الأنبوبة منتظمة المقطع ممكن أعبر عن الحجم بالطول، فأقول بي 1 في ال 1 بيساوي بي 2 في ال 2. البي 1 كانت ب 76 سنتي، والطول في الحالة الأولى كان 6 سنتي، والبي بالغاز في الحالة التانية عايزين نعرفها، وطول الغاز في الحالة التانية كان 4 سنتي. أقدر أجيب من هنا ضغط الغاز في الحالة التانية، 76 في 6 على 4 هيكون عبارة عن 114 سنتيمتر زئبق، 114 سنتيمتر زئبق. تمام، يبقى احنا كده جمعنا أو عرفنا الضغط. طيب أنا عرفت الضغط، بس مش هو ده المطلوب مني، أنا عايزة أعرف اللي باللون الأحمر ده الاتش بتاعته كام. فهنعمل ايه؟ هنقول ان ده كله زئبق، بس انا ميزت ده باللون الاحمر لان ده الزئبق الجديد اللي انت صبيته. فتعالى كده نقول ان الزئبق موجود في الفرعين. لو انا جيت هنا، لو جيت هنا عند الخط ده وشديت خط، لو انا شديت خط هنا وقلت دي نقطة ودي نقطة قصادها، وسميت النقطة دي 1 وسميت النقطة دي 2، وقلت مش 1 و2 في زئبق، اي نعم ده زئبق جديد وده زئبق قديم، بس زئبق بكثافة واحدة بمادة واحدة زئبق، يبقى الضغط عندهم ضغط متساوي.
يبقى البي 1 هتساوي البي 2. ليه؟ لانهم في مستوى افقي واحد في سائل ساكن متجانس، اذا الضغط عندهم متساوي. مين بيضغط على 1؟ البي غاز اللي في الحالة التانية اللي هو 114 سنتيمتر زئبق. ومين بيضغط على 2؟ الاتش دي زائد ضغط الهواء. يبقى انا ممكن اعتبر ضغط الزئبق بالاتش يكافئ الاتش، لانك مديني الايه؟ ضغط الهواء الجوي بالاتش برضو. يبقى هقول عبارة عن اتش دهين، هسميها ايه بقى؟ هسميها دي، عبارة عن الدي زائد ضغط الهواء الجوي اللي هو 76 سنتيمتر. طب لو انا عايز اعرف الدي دي قد ايه، هقول 114 ناقص 76. 114 ناقص 76 هتبقى 38 سنتيمتر زئبق. 38. طيب ال 38 دي مين بقى؟ بص كده معايا الحته دي كده 38. طيب هل ال 38 دي ارتفاع الزئبق الجديد ولا جزء منه؟ جزء منه. طب ما انا عايزه اكمل بقيه الاجزاء، انا عايزه الزئبق من هنا لحد هنا، انا عايزه اعرف انا صبيت قد ايه الزئبق الجديد اللي انا صبيته. الجزء ده 38 والخطين دول في حاله توازي، فالمسافات اللي بينهم متساويه، فاذا كانت الحته دي 2 سم يبقى الحته دي 2 سم، وهنا الزئبق نزل 2 سم يبقى دي كمان 2 سم. يبقى تعالى بقى نعين الطول بالقسط كده، احنا قسطناه 2 و2 4 4 و38 يبقى 42. يبقى انت معاك الاتش زئبق هتبقى 42. دي الحاله الاولى، دي الحاله الاولى، يبقى انت معاك 42. ماشي، طول عمود الزئبق اللي احنا صبيناه 42. طيب ماذا لو كانت الانبوبه المفتوحه الطرفين دول، الطرف ده مفتوح والطرف ده مفتوح، وكان الاول السائل، هنعيد بقى نفس الكلام اللي احنا قلناه بس الطرف ده مش هيكون مغلق، وادي الزئبق اهو، سطح الزئبق قدام بعض. فايه اللي حصل؟ الضغطين متساويين، لان هنا ضغط اللي هنا ضغط الهواء الجوي والضغط اللي هنا ضغط الهواء الجوي. فانت حبيت تصب بزئبق، فهتبدا تصب بزئبق، هتصب بزئبق هنا. الزئبق اللي انت هتصبه هينزل هنا 2 سم، فهيعلى من هنا 2 سم، فهيعلى من الناحيه دي 2 سم. ماشي، هيعلى لحد ما يبقى السطحين دول قصاد بعض. ليه السطحين قصاد بعض؟ لان الطرف ده مفتوح والطرف ده مفتوح، ده معرض لضغط الهواء الجوي وده زيه. ففي الحاله دي بقى هيبقى انت صبيت قد ايه زئبق؟ صبيت 4 سنتيمتر زئبق. يبقى وانت بتصب الزئبق صبيت جزء خلالي الزئبق يرتفع لفوق، وبعدين كملت لحد ما بقى سطح الزئبق قصاد سطح الميه، لان الضغطين هنا متساوي، هنا ضغط الهواء الجوي هنا ضغط الهواء الجوي، يبقى اصبح الزئبق ده قد ايه؟ 4 سنتي. فانت هتقسم لي الطول القديم اللي هو 42 على الطول في حالة اللي الطرفين معرضين للهواء اللي هم 4، هيطلع معاك 10.5. يبقى النسبة دي هتطلع كام؟ 10.5. 42 على 4 فيها 10.5. لو حد مش فاهم الجزئية الأخيرة، الأنبوبة على شكل حرف يو، صبنا زئبق هنا في الأول كانوا قصاد بعض، تمام؟ أنا عايزة أصب زئبق تاني، فالزئبق ده لما يجي يتصب هيكون في طبع. ايه طبعه؟ انه لازم وانت بتصبه يزيح الزئبق القديم 2 سم. ليه قلت 2 سم؟ لانه ارتفع من الناحيه التانيه 2 سم. طيب زاح وصبيت، يا ترى الحته دي كلها كام؟ هشد انا مثلا خط اهو وخط اهو، لازم يكونوا الاتنين قد بعض، فهنا 2 سم وهنا 2 سم، لان دي بص بقى معايا دي قصاد دي ودي قصاد دي قد بعض، يبقى الحته الاتش كلها على بعضها 4 سم. لو انت فهمت يا ريت تكتب لي في التعليقات ان السؤال اتفهم وفعلا سؤال قوي وعايز تخيل من الطالب مش مجرد قوانين تحل. تعال نشوف مسألة محتاجة منك شوية تفكير. السؤال بيقول لك ايه؟ الشكل المقابل يوضح انبوبتين سريان متساوي المقطع نصف قطر من كل منهما 2 سم. دي الانبوبة دي والانبوبة دي، عايزين نوصلهم بانبوبة اخرى، عايزين نعمل لهم وصلة انبوبة في النص كده تكون المسافة الدي اي دي المسافة 30 سنتي، والدي بي برضو 30 سنتي، وقال لي ان المسافة كلها 110. يبقى الانبوبة اللي انت هتوصلها هنا تبقى بطول كام؟ هتقول لي 110
شيل منها 60. ليه 60؟ ما هي 30 اليمادي و30 اليمادي، 60 هيطلع 50 سنتي. يبقى الأنبوبة دي هتبقى طولها 50 سنتي. ماشي. وسرعة السريان في الأنبوبة A والأنبوبة B، السرعة هنا 2.5 والسرعة هنا 2.5. والفترة الزمنية التي تمضي لمرور السائل من A لحد B 88.8 ثانية. هات لي نصف قطر الأنبوبة الوسطى. طيب هتعامل ازاي مع السؤال؟ كأن عندي هنا مقطع وهنا مقطع وفي النص مقطع، نفترض ان المقطع اكبر، ممكن يكون اصغر، الله اعلم. والانبوبة الواصلة دي بقى هتبقى بالشكل ده. طيب انا هنا هعتمد او هسمي المقطع ده 1 وهنا 2 وهنا 3، وهعتمد على ان السريان ده سريان هادئ، سريان متساوي، فالكيو في عند 1 بتساوي الكيو في عند 2. انت بقى بتسألني على ايه؟ بتسألني على نصف قطر الانبوبة اللي احنا هنوصلها في النص دي. طيب نصف القطر هنا معلوم 2 سنتي، يعني 2 في 10 أس سالب 2، والسرعة هنا معلومة ب2.5 متر على الثانية. تمام. كيو في دي هتبقى عبارة عن A1 في1 وهنا A2 في2. طيب A1 هتبقى باي R1 تربيع، ودي V1، وهنا المقطع على شكل دايرة، ادي باي R2 تربيع، وادي الV2. الباي هتروح مع الباي. نصف القطر هنا 2 سنتي، يبقى 2 في 10 أس سالب 2 الكل تربيع، والسرعة ب2.5. التعويض ماشي حلو اهو. هنا الار 2 تربيع مجهولة. طب والسرعة هي دي اللي هتعمل لي مشكلة. انا هنا هتوقف عن الحل لان ما عنديش السرعة اللي هيتحرك بيها السائل في الانبوبة الوسطى. طيب هنحاول بقى نبروز دي كده، نجمدها شوية لحد ما نحاول نجيب السرعة ونعوض بيها هنا، ساعتها المسألة تتحل بسهولة. طيب نجيب السرعة ازاي؟ انا عندي السرعة بتساوي المسافة على الزمن، انا عايزة اعتمد على دي. طيب الزمن كان في معلومة في السؤال بيقولك ان السائل عشان ينتقل من A ل B خد زمن 88.8 ثانية. ده معناه ان ده الزمن الكلي، الزمن اللي استغرقه السائل 88.8. وكان في زمن في المرحلة الأولى T1 استغرق زمن عشان يعدي من الأنبوبة الأولى، واستغرق زمن عشان يعدي من الأنبوبة الثانية، استغرق زمن عشان يعدي من الأنبوبة الثالثة. يبقى T1 زائد T2 زائد T3. طيب الزمن انا عايزه اجيب بس الزمن اللي مشي، اللي استغرقه عشان يمشي السائل في الانبوبه اللي هي تعتبر الوصله دي، لان انا معايا المسافه، ومن خلال الزمن اقدر اجيب السرعه اللي احنا بندور عليها. طيب تمام. هنجيب بقى الزمن، تقول ايه؟ هات الزمن كده بيساوي المسافه على السرعه، اجيب الزمن هنا والسرعه مكانه، المسافه على السرعه. تعال نروح للمرحله الاولى. يا سائل انت مشيت مسافة كام؟ قالك انا المسافة دي 30 سنتي، اقسم على 100 عشان تبقى بالمتر 3/10. وخدت سرعة كام؟ 2.5. هنا 2.5 وهنا 2.5، المرحلة دي كلها 2.5 لان الانبوبة منتظمة المقطع، يبقى ادي 2.5. هيطلع زمنك 12/100 ثانية، يبقى انت زمنك 12/100 ثانية. عايزين بقى نحصل على الزمن المرحلة اللي في النص دي. طيب هل انت معاك الزمن هنا؟ ما هو برضو ده مشي مسافة 30 سنتي وكانت سرعته زيه 2.5، هنقول 3/10 على 2.5 يطلع برضو 12/100، وادي 88.8. طيب 88.8 هتساوي 12/100 و12/100 ب24/100 زائد T2. طب عايزين الT2 بتاعت المرحلة اللي في النص دي كام؟ 88.8، شيل منها 24/100، هيطلع 88.56 ثانية. ده زمن المرحلة اللي في النص. طب أنا بقى عايزة أجيب السرعة كل مشكلتي مع السرعة. عايزة أجيب السرعة، هقول السرعة بتساوي المسافة، أنا مشيت 50 سنتي يعني 5/10 متر، وخدت زمن 88.56. هيطلع معاك السرعة ب5.64 في 10 أس سالب 3. بس دي اللي احنا بندور عليه، 5.64 في 10 أس سالب 3. طيب عايزين نجيب الار 2 تربيع في طرف، هو ده المطلوب. هنقول البعيد على القريب، يعني 2
في 10 أس سالب 2 الكل تربيع في 2.5 على 5.64 في 10 أس سالب 3. ولو تحب تجيبها في خطوة واحدة خد الجذر على طول، وتبقى دي ار2 على بعض، ار2 مرة واحدة، هيطلع معاك 42 من 100 متر. هتبقى هي دي الإجابة.